في هذا المخطط. اولا على جوج مستويات. المستوى الاول غادي نبدا بعدا بالموارد المائيه ديالي. اليوم عباد الله راه كاين واحد الكارثه، واحد الطامه كبرى، شوف مازال كنهضروا عليها ومازال عاوتاني لا حياه لمن تنادي. وحنا كنغوتوا وكندقوا ناقوس الخطر. باقا عباد الله لافوكا الهكتارات تزرعت اكثر من 300 هكتار في الشاون. لوكاليبتوس راه قلتها غابات ديال لوكاليبتوس في الغرب مشات باش دار فيها لافوكا. واش ماشي حرام هذا الشيء؟ واش ماشي حرام عباد الله؟ وفين غاديين هاد الناس؟ راني قلتها، واش المغربي خاصه لافوكا؟ والمغربي يعطيه الحاجيات ديالو وخليه الماء ديالو في بلادو. عطيه باغي المغربي باغي مطيشه باغي الفلفله باغي البطاطا باغي، حنا عارفين الحاجيات. حنا بالنسبه لينا لافوكا خويا واحد الطرف. انا قلت لهم جيبوها خيوها حتى ب 1000 درهم من برا، وخويا اللي يقدر عليها يمشي يشريها اللي ما يقدرش عليها يعطيه تيساع. ولكن اسمح لي ما نستنزفش انا الثروات ديالي والمياه ديالي على واحد الخضروات وعلى واحد الاولويات اللي عند المغاربه باش نمشي لواحد الطرف ومن بعد نصيفطوا عاوتاني لبرا. اسمح لي هادشي ما مقبولش. ها الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه هو خصنا نشوفوا هاد السياسه التصديريه ديالنا خصنا نعاودوا فيها النظر. انا عطيتك دابا ارقام مخيفه. انا ماشي ضد التصدير وي، ولكن التصدير خصو يكون فيه واحد التحكم اللي غادي يكون. فاش غادي يكون الفائض غادي نصيفطو، ولكن ماشي غادي نخلي دابا انت بغيتي دير صدقه غادي تخلي ولادك بالجوع مثلا، الا صح هذا التعبير هذا، ولا بغيتي تفوبر على شي حد، ولا بغيتي تتعامل مع شي حد، ما تخليش ولادك بالجوع غتمشي انت غادي تستثمر في جوايع اخرين. ما يمكنش. لا انا كنفهم البعد الاستراتيجي ديال التصدير والحساسيه ديالو، ولكن اسمح لي راه ماشي حنا اللي كاينين بوحدنا في هذه البلاد. كاينه بلدان كتامن الاكتفاء الذاتي ديالها، ومن بعد عاد كتجي المقاربه التصديريه. كنظن الا قدرنا نوقفوا على هذه النقط ثم غادي نجيو المضاربين. عندنا مشكل اليوم في الاسواق ديالنا. عندنا وزقنا عليك بالله. دابا ديك النهار كتشوف السيد الوزير، حنا السيد الوزير قلنا ليه جي تجلس 6 شهور هذه قبل توقع ديك المشكله، راه قلتها في الجامعه، قلنا ليه جي تجلس معنا اجيو نهضروا، راه عندنا التسيب. حنا كنشوفوا هذا الشيء، كنمشيو كنتقداو، كيمشيو الناس ديالنا كيتقداو، عائلاتنا كيتقداو، ولادنا كيتقداو. كتقول كتدخل عند المحل كتلقى ثمن، كتمشي هنا كتلقى ثمن. اذا حسينا بان كاين واحد النوع من التسيب. وشنو دابا تم الاستغلال ديالو؟ تم الاستغلال ديال طبعا الارتفاع في المواد الاساسيه، الارتفاع كورونا، الجفاف، وقع واحد النوع ديال الفوضى. حنا السي ادريس السيسي راه وقف على هذا الشيء، رئيس الفريق العراقي وقف على هذا الشيء، خطره ماشي جوج، وباح هو كيهضر على هذا الشيء. لا حياه لمن تنادي. بقينا حتى نط الازمه، عاد السيد الوزير لبس المونطو ديالو مشى للسوق، بقات في السوق، بقات تصور لي انا في الزقار مع 4 الصباح. هذا هو الانجاز. اذا السي اوزين كتبان لي متوتر. السي اوزين اليوم متوتر صاحبي. راه حنا عندنا الكبده على المغاربه، راه كلشي عندكم على المغاربه، ما عندكمش. وقت عندكم الكبده غتنوضوا تهضروا عليهم. شكون ما ولكن ملي كتوجد الخطاب من كلشي ماشي سي جمال نقولوا غادي نقولوا واحد الهضره واحده اخرى. ان اسمح لي ان حزب الحركه الشعبيه كيبقى فينا. انا كنمشي، حنا راه مستقبلينك السي اوزين باش تتكلم على خاطرك، وانت كتعرف كيمارس المعارضه. كنسمح لك تتكلم، ولكن شوف اقسم لك بالله ما معارضه، والله الا كنهضر معاك بالقلب وحق الله. شوف ما تنساش راه كنمشيو على الناس ديالنا. انا عاد كنت في الجبل وكنت على الناس ديالي في الباديه. صاحبي علاش غادي اسمح لي راه كتقول من هادشي. غادي نخليك تشرب جغيمه تاع الماء وترد النفس ساعه كالسي اوزين ونتوقفوا قليلا. ولكن على الاقل واحد التوازن. ما كانتش مطريشه. انا كنت بجح بالمغرب الاخضر، وكندير المناظرات الضخمه، وكنقول فاش كنتوا السي اوزين في الحكومه، طرف الحكومه، ما كنتوش كتشوفوا انكم تقترحوا اشياء في اتجاه هذا، انه مثلا تعديلات في القطاع الفلاحي، اشياء تقترحوها؟ ما يمكنش. شوف انا نقول لك يعني كنتوا في اغلبيه سنوات كثيره، ماشي فاش نقولوا انه كل شيء رابع على غفله. انا غادي نمشي معاك بعد. حنا صفقنا وهللنا للمخطط المغرب الاخضر صافي، كنا فرحانين به، قلنا غادي مزيان، وبصح كان غادي مزيان، ولكن زاع على السكه ديالو. يعني حتى واحد ما قال بانه زاغ، حتى جا من الفوق، حتى رسميات قال بانه هذا المخطط في الشيء، لان نفس القطاع بقى عند نفس الحزب ل 15 سنه. واسمح لي، وكون 15 سنه كيدير تقييم من راسو، كيعطينا النتائج اللي بغا. اش غندير انا واش غادي دير انت؟ فهمتي الاشكال فين كاين؟ ما فهمتيش. 15 سنه هما كيقيموا راسهم، ما يمكنش. حتى الا كانت هذه 15 سنه مثلا ما تبدلش فيه واحد المسؤول، بقى على راسها نفس المسؤول، ونجيب اخويا شي مكتب دراسات الدوله ولا المعارضه يعطيونا طرق باش نقدروا نقيموا هذا الشيء. ما كانش. بقى حنا قلنا الامور غاديه مزيان. شنو وقع؟ استنزفات الموارد المائيه ديالنا. حنا اليوم وحنا فيها. اليوم تبين لان كنا كنقيموا هذا الشيء بطريقه منتظمه، 5 سنين الاولى، 5 سنين الثانيه، 5 سنين الثالثه، كنا عارفين الخلل فين كاين. ولكن هذا انا قلت لك صفقنا عليه، ولكن زاغ على السكه ديالو. انا نقول لك 15,000 مليار
دولار ديال السنتيم اللي كان لنا المخطط المغرب الاخضر باش نوصلوا للمطيشه اليوم بهذا الثمن هذا، باش نوصلوا للمطيشه بهذا الثمن هذا، باش تنزف الموارد المائيه ديالنا، كلفه مائيه وكلفه ماليه. نجي نقول لك واحد القضيه، دابا كتسولني انت على شنو درنا البارح، انا كنقول لك شنو المشكل باين اليوم، لان من بعد هذه التراكمات وبعد غياب التقييم الصحيح وفي التوقيت الصحيح بداو كيبانوا المشاكل. دابا نقول لك واحد القضيه، من 2012 اسمع لي مزيان، من 2012 الصادرات ديالنا من 2012 2022 داز في الخضره كنا كنصدروا 130 ألف طن، ولينا كنصدروا لدابا 425 ألف طن. شحال طلعنا؟ مطيشه نخرج لك مطيشه من هنايا بوحديتها كنا كنصدروا 19,000 طن، ولينا اليوم كنصدروا 80,000 طن غير لاسبانيا. الا شدينا الاتحاد الاوروبي خرجنا من 700,000 طن، انتبه معايا مزيان، 1,250,000 طن ديال المطيشه اللي كتمشي بالجوده عاليه، اللي ديال الخضره اللي كتمشي، والفواكه ايضا هذه كلها. الا خرجتي غير المطيشه بوحديتها اللي كتمشي للاتحاد الاوروبي اللي استنزفات المياه ديالنا وطلعت الثمن اليوم على المغاربه 400,000 طن. اذا ها فين زاغت السكه، مشينا في القضيه ديال الانتاجيه مزيان داكور، وفي التصدير مزيان، ولكن ما تحكمناش في التصدير. اليوم غادي نقول لك ونزيدك حاجه شنو المعمول؟ بلاتي انا جايك المعمول، نقول لك بعدا المشكل شنو هو. المشكل دابا عندك فلاحه مستثمرين عندك في البلاد اجانب، هذاك الاجنبي اللي كيجي كيستثمر عندي انا في البلاد، واش ما عندوش الارض هو؟ بيان سور عنده، ولكن علاش كيجي؟ لانه هو عنده واحد الوعي ما عنديش انا، هو انه كيامن بان الفرشه المائيه ما ورثهاش على الاجداد ديالو، عنده فكر اخر كان مسلفها من عند الاحفاد ديالي، خصني نحافظ عليها باش نردها لهم. كيجي لان اليد العامله داكشي باش كيخلص لها ب 9 ديال الاورو ولا ب 10 ديال الاورو باش كيخلص واحد ليه كيخلص 10 هنا، وعاد كيزيد كينزف ليا الثروات المائيه ديالي. انا هاد البوم ديال التصدير وهاد الطفره ديال التصدير شنو ربحوا فيها المغاربه اليوم؟ واش بنت في الناتج الداخلي ديالك؟ واش بنت في امتصاص البطاله ديالك؟ واش بنت في حمايه القدره الشرائيه ديالك؟ واش بنت في التشغيل ديالك؟ فاش بنت؟ ما بانش. اذا اليوم خصها تكون عندنا الجرأه يعني نعترفوا بان هذا المخطط الاخضر ما نجحناش فيه، مشينا فيه في الاول كان مزيان، ولكن زاغ على السكه ديالو في غياب كما قلت لك في التقييم في الوقت المناسب، وبالتالي عطى النتائج اليوم. وانت كتشوف البدائل هي لابد من اعاده النظر في هذا الصحه. انت كتشوف المشاكل اللي عندنا اليوم، اي مواطن كيمشي غير للسبيطار كتشوف المعاناه ديالو. مشيتي للمدرسه انت شتي اشكالات دابا بلا مدرسه، انت كتشوف دابا الاساتذه دايرين راه كاين احتقان مع الاساتذه. قبل منهم كان الاساتذه التعليم العالي، المساله ديال النظام الاساسي الموحد طحنا في واحد الاضحوكه، قلنا غادي نجمعوا هاد الناس هادو وعطيناهم وعود، وفعلا تاقوا بديك الوعود اليوم ما عطيناهم والو. اذا قول لي كيفاش غادي نصلح دابا اليوم ان مصلحه لا تعليم لا صحه لا قدرت نحمي القدره الشرائيه ديال المواطن. انا السيد رئيس الحكومه قلنا لي حنا بلاصتك هنا فين كنهضر على الجرأه ديال السياسي. شوف اليوم خصنا نفكروا باولويات مزيان. انا الصحه والتعليم مزيان نصلحهم ومزيان يكونوا في المنظور ديالي، ولكن المغاربه راه عاشوا 60 عام هذه في هذا الوضع، ولكن اليوم كاين وضع مزري اللي كيقيس بالقدره الشرائيه ديالهم. الخطير اليوم الخطير في الامر، والاخوان انتبهوا معايا، راه فاش كنهضروا على القدره الشرائيه راه حنا كنهضروا على طبقه متوسطه اليوم اللي ولات وصلت الهشاشه. الا زدنا هذه الطبقه المتوسطه اللي هي عماد ديال المجتمع، زدنا هذه الطبقه المتوسطه وصلت الهشاشه، زدنا عليها الطبقات الهشه والفقيره اللي كاينه، فين غادي نوصلوا في هذه البلاد؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.